تعبت من تفكير الأهل المجتمع نحو المرأة. إزاي أبطل أحرق في نفسيتي ودماغي لأني مش عارف أعمل حاجة أو أغير تفكيرهم؟ طب يا رب نقتنع بقى إن إحنا ما ينفعش نغير تفكير حد، وساعتها هنرتاح ونبطل حرق جاز على الفاضي. لأنه المشكلة كلها إن أنت مستنية إن المجتمع، أنا مش عارف مين المقصود بالمجتمع ده، والأهل اللي هم في الآخر الناس اللي أنت تعرفيهم، يعني ما فيش حد أبعد من كده ولا غير كده، إنك تقبليهم زي ما أنت مستنيين إن هم يقبلوكي. يعني انت لما اللي انت متضايقه منه هم ما بيعملوهوش، انت اكتر حاجه مش عاملاها، لان انت مش راضيه تقبلي ان دي طريقه تفكيرهم ودي الطريقه اللي هم عايشين بيها. ما تسيبيهم عايشين زي ما هم عايشين وانت عيشي زي ما انت عايشه. بس هنوصل هنا لمشكله تانية، مشكله السلطه. انه احنا بنسميها الاكسترنال ريفرنس والانترنال ريفرنس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا كلنا كبني ادمين اول ما بنتولد بنكون external reference، يعني بيبقى عندنا سلطة على فكرنا خارجية، اللي هو الاستئذان، ان احنا بنستأذن اهالينا ينفع نعمل كذا، احنا ممكن نعمل مش كذا. ودي حاجة صحية جدا ان اي طفل يكون عنده السلطة خارجية، لان هو جاهل، ممكن يضر نفسه، ممكن يموت نفسه، محتاج يستأذن، ولا ما بيستأذنش بيعمل مصايب. فبالتالي كويس وصحي بالنسبة للبني آدم ان هو يستأذن في وقت الطفولة عشان يتعلم. واكتساب بعد كده السلطه اللي هي الانترنال ريفرنس، انها تكون داخليه، انه المرجع ان انت ترجع لنفسك تسال نفسك انا عايز اعمل ايه. دي حاجه انت تكتسبها كبني ادم، وتكتسبيها كانسانه وكبني ادمه، ان انت تاخديها بالتدريج واحده واحده مع رحله حياتك. ده السيناريو المثالي. طيب ده ما حصلش، نعمل ايه؟ نكتسبها من دلوقتي، نقبل الناس زي ما هو، نكتسب، نسال نفسينا. طيب انا ليه مستنيه الاذن منهم اعرف اعيش ازاي؟ طب هم اصلا هم بينتقدوني، ما ينتقدوا. يعني هو انتقادهم ده هيعمل ايه؟ يعني هيغير ايه؟ مش هيغير حاجه. انا عايز اعيش ازاي؟ طب انا عايز اعيش وانا عارفه ان مختلفه عن المجتمع، بطريقه تفكيري، بطريقه لبسي، بطريقه كلامي، بطريقه، انا هتحمل توابع انتقاد المجتمع؟ ده تمن انا هدفعه لاختلافي. موافقه عليه؟ كملي في اللي انت فيه. لا صعب عليا، يبقى محتاجه توازني. لكن مش هينفع نعند ان احنا نغير الناس وانت ما تتغيريش. طب اشمعنى والناس عايشه عشانك؟ وكل واحد عايش عشان نفسه، وكل واحد محتاج ان هو يبرر. وفي اوقات بتبقى حسن نيه، بيبقى الواحد خايف على اللي قدامه بينصحه بالنصيحه اللي هو مقتنع ان هي صح وممكن تبقى غلط ليكي تماما. فنقبل بعض واكتسب السلطه على نفسك، من نفسك هترتاحي.